ازيكم؟ انا مازن عادل او كارينو من قناه عبقرينو، او على فيسبوك هتلاقيني مازن من عادل على البروفايل بتاعي. الفيديو دوت منزله على الاتنين. يعني ازاي زي ما انت شفت بالعنوان كده كاريت او تكون عندك سيرفر خاص بيك للعبه ميدل اوف اونر وتلعب مع اصحابك بدل السيرفرات اللي موجوده في اللعبه نفسها. هتقول لي اللعبه دي قديمه ما لهاش سيرفرات. لا، هي ليها سيرفرات في اصدار موجود على الانترنت، مش هينفع ان انا اسيبه في الديسكريبشن، بس ممكن تلاقيه على فيسبوك عشان الديسكريبشن هنا يعني اليوتيوب حساس شويه والحاجات اللي زي كده وتعتبر مخالفه، فما ينفعش يعني. فممكن انت تلاقيه في الديسكريبشن في فيسبوك، او في الكومنتات يعني، او فوق الفيديو يعني على فيسبوك يعني وكده. المهم، حملت اللعبه انت عايز تلعب مع اصحابك بعيد عن السيرفرات الموجوده، لان السيرفرات الموجوده دي المابات اللي فيها من مابا واحد لحد مابا ستة اللي هم الاساسيين بتاع اللعب. طب انت مثلا عايز تلعب بقى ايه، ترجع لحنين السايبر والافتر ماث ومش عارف ايه وكده، وتلعب في المابات الجامده جدا اللي كان فيها اسانسير ومش عارف ايه والكلام ده. طب هتعمل ايه؟ اولا هتحمل المابات ديت، موجودين على الانترنت. ممكن اسيب لك في الديسكريبشن موقع تحمل منه المبات، اللي هي الناس بتكريت مبات وكده، فانت هتلاقي المبات ديت ممكن تحملها. بعد كده هتضيفها في ملف اللعبه. ما سهله جدا الطريقه، ان انت بتفتح ملف اللعبه وتدور على فولدر اسمه مين، وفي فولدر مين تضيف فيها المبات ديت، وهتلاقي كده كده اصلا مع كل مابا بتحملها، او لو انت حملت كوليكشن مبات يعني هتلاقي معاه ملف تكست بيشرح لك انت تحط اللعب الملفات بتاعت المبات فين يعني. تدخل اللعبه تلعب في السيرفرات براحتك ومش عارف ايه وكده. طيب انت دلوقتي عايز تلعب مع اصدقائك، خلاص بقى انت كده ايه، سبتك انت من السيرفرات ديت، والسيرفر المصري اللي العيال فيه بتقعد تدبح في بعض والكلام ده هتلاقيه اكبر سيرفر موجود فيهم يعني. عايز تلعب مع اصحابك، كل اللي هتعمله ان انت هتروح للويب سايت ده. الويب سايت ده اسمه vpn.net. سهله جدا يعني vpn.net، بتاع برنامج اسمه هماشي. البرنامج دوت لو انت كنت بتلعب كونكر زمان هتعرف ان ده كان من ضمن البرامج اللي كان الناس بتشرح على يوتيوب هاو تو ميك ا سيرفر، او في المنتديات يعني، ان انت ازاي تعمل سيرفرات على كونكر، وان انت لازم تحمل هماشي وتحمل مش فاكر كان كيو مش فاكر، ولا كان مش عارف كان كتير حاجات كتير قوي انا مش فاكرها دلوقتي يعني. بس الفكره ان انت بتستخدمها عشان تكريت بيها السيرفر، هو ده من ضمن البرامج يعني وكده. فالبرنامج ده بتحمله هتلاقيه متوفر على ويندوز والماك واللينكس. تمام. بعد ما تحمله وتسطبه وكده هتفتح البرنامج، هتلاقيه موجود عندك بالشكل ده. ثواني بس، موجود عندك بالشكل دوت. هو ده، هو مش متصل دلوقتي عشان انا لسه ما دخلتش يعني وكده. هتلاقيه عندك مختلف عن كده، هتلاقيه موجود هنا تحت حاجه اسمها انشاء شبكه او الانضمام الى شبكه. تمام. او بالانجليزي طبعا ايه، كرييت سيرفر، او كرييت نتورك، او كونكت تو نتورك وكده. بعد كده انت هتكريت نتورك ازاي، او تعمل كده، او تعمل يعني انت تجوين على النتورك ازاي. هقول لك، هنفتح بس البرنامج عندي. هو دلوقتي هو بياخد بس كده نص دقيقة او دقيقة على حسب آه الرغبة بتاعته يعني، او على حسب ايه ما الجهاز عندي يقوم او حاجة زي كده. هو دلوقتي في مشكلة حصلت بس اشتغل خلاص. ده السيرفر ده انا عامل جوين عليه بتاع واحد صاحبي يعني وكده اللي بنلعب عنده. طبعا هتلاقي موجود مثلا ايه، انشاء شبكه. تدخل هنا معرف الشبكه دوت، اكتب اي حاجه. هو كاتب ميدو، ممكن تكتب اسمك، تكتب ارقام، تكتب اي حاجه. والباسورد دوت مثلا نكتب واحد اتنين تلاته مثلا، اي بتنجان على طول، وتدوس على انشاء وخلاص على كده. بس طبعا انت الاول لما تيجي تعمل انشاء شبكه هيطلب منك انك تكريت ايميل على الويب سايت دوت. كريت ايميل عادي جدا، وبعد كده ادخل وانشئ الشبكة ومفيش أي مشاكل. هتعمل جوين، تدوس على كلمة جوين معرف الشبكة. معرف الشبكة ده ممكن تكتب معرف الشبكة اللي هو كان كاتبه لك، أو تكتب الأرقام اللي موجودة فوق ديت، هو ممكن يكون حاططها برضه في الاسم. اللي هو مثلا إيه، نكتب 25 22 مش عارف كذا، وتكتب طبعا اللي هي الدوت يعني. بعد كده الباسورد اللي هو قايله وتجوين عليه، هتلاقي جوين. طيب دلوقتي ممكن تلاقي مشكلة. انت دلوقتي جيت كريت الشبكة وعملت الباسورد وكل حاجة، صاحبك يجي يجوين عليك يقول له الباسورد غلط، او يقول له المعرف الشبكة غلط، او يقول له ايا كان غلط. طب حلها ايه؟ حلها تبدلوا الادوار، هو اللي يكريت وانت تجوين عنده، او انتوا مثلا بتلعبوا شله كبيره يعني، تفضلوا تشوفوا انهي واحد فيكم تنفع عنده، وبعد كده خلاص قشطه تجوينوا عليه على طول. انا دي ما اعرفش حلها ايه بصراحه، ما اكدبش عليكم، انا ما سرشش وكده. بس يعني الحل المؤقت ان انت تخلي واحد صاحبك تاني هو اللي يكريت عنده، وتدخلوا مع بعض، لعبتوا وخلصتوا اقفل وبالسلام على كده. احنا مش عايزين ايه،
البرنامج تاني وعيش حياتك وبتشتغل على طول وكده يعني. بس لينك الويب سايت هتلاقيه في الديسكريبشن، او لو انت يعني ما عرفتش تبحث وتكتب vpn.net، وهتلاقيه في فيسبوك برضه لو انت برضه من الناس الكسالى. تمام. وهتلاقي لينك المبات موجود برضه في الديسكريبشن، وموجود في فيسبوك وكده. اي حاجه ممكن تكتب لي لو انت مش فاهم حاجه يعني وكده، واظبط لك الدنيا. كنت معاك مازن عادل. لايك شير سبسكرايب بقى لو انت على فيسبوك، لو انت على لو انت قصدي على يوتيوب. لو انت على فيسبوك بقى خش شير الفيديو، ابعته لاصحابك. يلا يا جدعان عايزين نلعب ميدل، خد شوف الفيديو دوت افهم ازاي، حمل المبات بالسلامه ايه. روح العبوا وظبطوا الدنيا وظبطوا وخلاص على كده. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد. المفروض الفيديو ده هيكون بودكاست تحليلي، انتظرونا بتوع المونتاج اللي بيتعلموا الكلام ده، اللي عايزين يعرفوا الخدع، الحاجات الجميلة جدا دي.